عود. الخطة اللي الجيش الإسرائيلي أو بالتحديد نتنياهو عايز يعملها، والخطة دي ببساطة هلخصها لكم إن هو عايز ياخد قطاع غزة كله ويحتله بالجيش الإسرائيلي ويطرد حماس نهائيا، ما يخليش أي سلاح مع حماس، وكان هيبدأ من الشمال لحد الوسط لحد الجنوب. فمصر لما شافت إن خلاص بقى نتنياهو اتجنن وهيعمل الخطة دي، قال لك بس انتوا بقى تجيبوا لي المسؤولين في حركة حماس، المسؤولين عن التفاوض هيجوا هنا القاهرة، ومش هيطلعوا من القاهرة غير وهم مقدمين مقترح لهدنة توافق على إسرائيل. أصل لو جينا نبص للسنتين اللي فاتوا، كانت إسرائيل تقدم مقترح حماس ترفضه، بعد كده حماس تقدم مقترح إسرائيل ترفضه، فمصر فاض بيها الكيل، قالت لك إيه، تعالوا يا حماس هنا ومش هتطلعوا من القاهرة غير لما تقدموا مقترح تمام يتوافق عليه، بدل ما نوصل لنقطة اللا عودة. وبالفعل مصر جابت المسؤولين من حركة حماس اللي هم مسؤولين التفاوض، وقعدوا خرجوا بمقترح أو هدنة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوم. والمقترح ده بينص على إن الكيان الصهيوني أو إسرائيل لازم توقف ضرب النار لمدة شهرين 60 يوم، في المقابل حماس هتسلم 10 من الأسرى اللي عندها الأحياء، وهتسلم نص الجثث اللي عندها، تقريبا 18 جثه، لان عدد الجثث 36 جثه، مع السماح بدخول المساعدات لكن بشرط ان الجيش الاسرائيلي يسحب قواته لحد الحدود مع غزه. طب مصر بتعمل كل الكلام ده ليه وبتتوسط ليه؟ رقم واحد، عشان تنهي